واخر مقطع معانا في القائمة هو الحلقة رقم 28 لقناة طحالب بعنوان الشيخ بيشو الدنجوان. الحلقة وصلت لحد دلوقتي إلى أكتر من 400 ألف مشاهدة. طبعا الحلقة عملت صدى جامد وسط الناس، أغلبية الناس، وللأسف الشديد الحلقة دي تثبت لك قد إيه الناس مغيبين، قد إيه الناس مزيفين، قد إيه الناس مدعين، قد إيه الناس مسلسين وما عندهمش ولا فكر ولا عقيدة ولا عقلية ولا دماغ ولا مخ ولا شخصية أصلا من أساسه. ما عندهمش أي حاجة خالص غير إن هم بيكرروا نفس الكلام اللي الشيوخ والعلماء اللي تجار الدين ومدعين التدين بيقولوا ليهم، وبيكرروا نفس الكلام تاني في الكومنتات. لو دخلت على الكومنتات هتلاقي كلام غريب عجيب، هتلاقي كلام عجيب، كلام غريب، كلام مريب. وده لأن الناس ما بتفكرش، الناس بتعمل الكومنتات بتاعتها أو بتكتب التعليقات بتاعتها عن طريق النسخ واللصق. بينسخوا التعليقات بتاعت بعض من السوشيال ميديا وبيرزعوها في أي حتة بدون أي تفكير، بدون أي تدبير. وده شيء طبيعي جدا 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 من المجتمعات بتاعتنا اللي ما بتصدقش في العلم واللي ما بتؤمنش بالدين. هي بتمشي بعقلية القطيع اللي هي لازم تكون إمعة، تمشي ورا البني آدمين اللي بيقودوها، تمشي ورا الناس الشمال وتتبع الناس الأندال اللي بيمشوهم وراهم عشان مصلحتهم الشخصية وعشان مصلحتهم العملية. الحلقة كانت كويسة جدا وجميلة جدا ومعبرة قوي بجد بجد بجد. كل اللي في الحلقة ده حقيقة، وضيف عليهم كمان الشيوخ المنافقين وتجار الدين والمزيفين ومدعين التدين اللي بيلبسوا ملابس قصيرة وبيربوا دقنهم وبيقول لك قال الله وقال الرسول، وهم بيعاملوا الناس أسوأ أنواع المعاملة وبيكفروا الناس وبيشوهوا سمعة الإسلام وبيكرهوا الناس في الدين.